طيب الفكرة اللي هنتكلم فيها النهاردة هي مش أحسن أسلوب علشان تعمل اللي احنا نعمله ده. لكن من المفيد إن أنت تعرفها، حتى لو هي كانت قديمة وتم استبدالها أو في طرق أحسن. من المفيد إن أنت تعرفها علشان ممكن تستخدمها وممكن إن أنت تتعرض ليها فتلاقي إن هي موجودة. هو مفهوم بيسموه الفلو، والفلو جاي من فكرة الطفو، إن أنت بتخلي العناصر بتطفو. علشان نفهم الفكرة أنا همر بثلاث مراحل. أول مرحلة إن احنا هنجرب إن احنا نعمل فكرة الفلوت دي للعنصر اللي هو رقم واحد. هنا بنيجي البروبرتي بكل بساطة، بنيجي بنقول لها مثلا فلوت. الفلوت ده يا اما ليفت يا اما رايت يا اما نون. فهاجي هنا قلت الرقم واحد ده اللي هو ده، قلت له فلوت. اول حاجة هتاخدوا بالكم منها ان حصل طفو، يعني زي ما انتم شايفين العنصر رقم اتنين حصل تداخل، فهنا اكنه يطفو، اكن العنصر يطفو. الموضوع ده ممكن ان احنا نستخدمه في ايه؟ ممكن ان احنا نستخدمه في ان احنا نخلي الديفات دي تيجي جنب بعض. يعني لو رحت هنا بدل ما اقول للرقم واحد بس فلوت ليفت، رحت قلت للديفات كلها فلوت ليفت. كده انا بخليهم زي ما انتم شايفين بيطفوا، بيجوا جنب بعض، بيجوا جنب بعض بالشكل ده. ممكن اخليهم فلوت رايت، يعني اقول لهم لا تعالوا لمين بالشكل ده. هتلاقوا ان هم جم لمين بنفس الترتيب بتاعهم. طيب دول كده الحاجتين. اول حاجة ان فكرة الطفو، ان احنا لما عملنا لرقم واحد ان هو حصل طفو، ودي هنتكلم ازاي نعالجها. وفكرة ان احنا ممكن نستخدمها هنا علشان نخلي العناصر تيجي جنب بعض. الفكرة الاخيرة اللي بيستخدموها فيها هي الفكرة اللي بتكون بالشكل ده. الفكرة هنا ان بيكون في صورة معينة او في اليمنت معين وفي نص. فهو بدل ما الصورة تكون لوحديها او الاليمنت يكون لوحده والنص يكون تحتيه، هنا الفلوت بيسمح ان يحصل التفاف حوالين الاليمنت ده. خلونا نجرب الفكرة. هنفترض ان الاليمنت رقم واحد ده حاجة زي صورة او سيكشن عندنا، وهعمل باراجراف هحط فيه لوريم اتنين تلاتة، تلات باراجرافات بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هنا اللي انا عايز اعمله ان انا اخلي الكلام ده بدل ما هو جاي تحت الاليمنت بتاعي، ان هو يلتف ويجي كده، بحيث ان هو يبان انه صورة وجنبيها الكلام بتاعها. الموضوع ده هنعمله ازاي؟ هنيجي للوان برضو بكل بساطة، نقول له فلوت ليفت. زي ما انتم شايفين كده، هنا الكلام زي ما انتم شايفين التف حواليه، فبقى شكله احسن. يعني بقى كده شكله احسن ومقروء بشكل افضل. وكمان عندنا فكرة الرايت، يعني ممكن ان احنا نكرر الكلام ده. هنا بدل 1 هقول له ان هو ياخد 2، وهقول لل 2 هنا هقول له فلوت رايت. هتلاقوا ان هي خدت شكل زجزاج كده، شكل بيكون معروف يعني في المواقع، اللي هو صورة هنا بعد كده الكلام المتعلق بيه، صورة تانية في حتة تانية بعد كده الكلام المتعلق بيه. اخر حاجة هنتكلم فيها في فكرة الفلوت، وان شاء الله ان الفلوت كان بسيط وكان واضح. وهنتكلم ازاي نعمل الاين للاليمنتس بشكل افضل من كده، لان دي طريقه من الطرق اللي كانت بتستخدم ولا زالت بتستخدم في ان احنا نجيب العناصر جنب بعض، نحط البوزيشن بتاع العناصر في مكانها، لكنها مش افضل طريقه. طيب هنتكلم عن افضل طريقه اكيد في الفيديوهات الجايه. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها هي السيناريو اللي احنا حصل في الاول. انا علشان ارجع بالزمن كده في الكود اديتور ده، هدوس كنترول زد، فهيبدا ان هو يرجع السيناريو اللي حصل في الاول اللي هو ده، سيناريو الطفو، مش ده. نرجع كمان. ماشي، هعمل بس فلوت ليفت لرقم واحد. السيناريو اللي حصل ده، اللي انا بعمله هنا ان انا لازم اعمل كلير للطفو ده. فاللي انا هعمله بكل بساطه، انا لازم استخدم element، فيا اما استخدم pseudo element اللي هي العناصر الوهميه زي اللي احنا اتعلمناها، يا اما ان انا احط element حقيقي واشتغل بيه. فدلوقتي علشان ما نخشش في كود طويل شويه، ممكن نحط هنا بي. والبي ده لو عملنا ريلود هنلاقي ان هو ما عملش اي حاجه، ما عملش اي تاثير. هاجي للبي وهقول له اعمل لي كلير بوس، كلير بوس. هنا هنعمل ريلود، هتلاقوا ان هي اتحلت. الموضوع ده ممكن ان احنا يعني انت حسيت ان هو في الاخر طب ما كده مفيش فايده، يعني ما ايه لازمه اللي احنا عملناه في الاخر. اللي انا هعمله ان انا هجيب التو كمان بالشكل ده، هجيب التو هو كمان واديله فلوت ليفت، فلوت ليفت. وهنزل البي دي تحت التو بحيث ان انا اعمل كلير تحت التو. لما تيجي هنا تلاقي العنصرين جم جنب بعض والتالت ما حصلش، ما تدخلش فيهم. لو شلنا البي اللي احنا بنعمل بيها الكلير، هتلاقوا ان الاصفر عمل تداخل فيها.
فيا رب ان الفكره كانت واضحه، فكره الفلوت نفسها، الفلوت رايت، الفلوت ليفت، والكلير بوز. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.